جربي كده وان شاء الله هتعجبك جدا الخروب بالطريقه دي وكمان العناب. وبصي ما شاء الله بمجرد ما بتنزل عليه الميه المغليه بياخد اللون الغامق فورا. فدي من الحاجات الحلوه قوي قوي، وبتديكي طعم حلو للمشروبات. كده المشروبات جاهزه معايا، ودي انا هبدا ادخلها عندي في التلاجة. مش لانها بتاخد وقت ولا حاجه، لكن لانها طبعا بتحتاج في الجو الحر انها تسقع شويه. فبنبدا بيها علشان تسهل علينا برضو. انا هنا بوريكم ان لون الخروب حلو جدا جدا وغامق ومش محتاج اي اضافات خالص. والخشاف كمان هجهزه عندي وابدا ادخله عندي في التلاجة. انا جبت ربع لفة قمر الدين، وبدات ان انا اضيف عليها عندي ميه مغليه وهسيبها لحد لما تبدا تتفكك، وبعد كده هضربها عندي في الخلاط. وهضيف عليها طبعا اليميش اللي عندي، تقدري تضيفي اي حاجه بتحبيها. ودلوقتي انا هسلق اللحمه لاني محتاجه شوربتها. فعايزه اعمل شوربه لحمه طعمها حلو وريحتها حلو. هجيب عندي معلقه سمنه كبيره وهضيف عندي اللحمه تاخد صدمه علشان ما تنزلش الميه بتاعتها، وكمان تكون طريه وجوسي وطعمها حلو وريحتها حلوه. بمجرد اللحمه عندي ما بتاخد لون ببدا اقلبها على الجنب التاني. وهضيف عندي البوكيه جرنيه. هو هنا عندي جزر وكرفس وكرات، وكمان عندي بصلايه وطماطمايه حبهان وقرفه ومستكه وورق لورا وفلفل اسمر. وبما اننا طبعا شوحنا اللحمه فلازم نضيف عليها ميه مغليه. ما تشوحيش اللحمه وتضيفي عليها ميه بارده، تضيفي عليها ميه مغليه هتشربي وتاكلي احلى شوربه لحم. اي ريم وشوائب هيبدا يطلع عندي هشيل. ورق العنب بقى انا عايزه اقول لكم ان الطريقه دي حلوه جدا جدا. انا جبت عندي الورق وقسمته الورق نفس الاحجام مع بعض بالظبط. وجبت هنا عندي طبعا العيدان بتاعته رصيتها فوق بعض بالطريقه دي اللي واضحه قدامكم. وببدا اجيب عود منهم واقعدهم كلهم كده مع بعض.